ايه رأيكم في الغدا السكر ده؟ تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. معانا 2 قرنبيطة متوسط الحجم. هنقطع كل الزوايد اللي عليها دي وننضفه كويس ونغسله كويس اهو بالشكل ده. قطعناه وحدات القرنبيط بالشكل ده. هنغسله وارجع لكم تاني. حلة على النار فيها مية سخنة بتغلي، نحط معلقة ملح وانزل بالقرنبيط بعد ما غسلته كويس تحت الحنفية. هنا بيغلي معانا، هنغطي عليه عشان يكمل السوا بتاعه. تعالوا نعمل العجينة بتاعتنا. كوباية دقيق، 3 معالق من النشا، توابلنا الحلوة، بيضة واحدة، ايوه بيضة واحدة، ومعانا طماطم مبشورة، توم فريش وبقدونس، ومعانا لبن. ممكن تستبدلي اللبن بمية او بزبادي المتاح عندك. هنزل بالبيضة مع التوم الفريش والتوابل الحلوة، فلفل اسود، كمون، شطة، كزبرة، ونص معلقة من الكركم. هننزل بالطماطم المبشورة ونقلب. هنزل بالبقدونس معايا، عايزين الورق مش عايزين العيدان، وقلب كويس. حطينا نص معلقة من الملح بس، وما ننساش المعلقة اللي حطيناها في المية بتاعة السليق. هنزل بنص معلقة من اللبن، نص كوباية، معلش نص كوباية، وهقلب. معايا كوباية الدقيق، 3 معالق من النشا، واقلب كويس. عايزه العجينه بتاعتي تبقى متوسطه، مش تقيله قوي ومش خفيفه قوي. وصلنا هنا للقوام المظبوط. هبدا انزل بقى بوحدات القرنبيط معايا في العجينه الحلوه بتاعتي دي. واحاول كلهم يبقوا مقاس واحد، يعني لو لقينا واحده كبيره شويه هنقسمها. هطلع من العجينه، احط في الدقيق بتاعي ده. الدقيق برضو ده انا متبلاه، ملح، فلفل، شويه كمون، شويه شطه، ومكعب مرق. هنزله في الدقيق كويس، وهنزل الزيادة اللي عليه بالشكل ده، وهنزله في الزيت. الزيت يبقى متوسط الحرارة، لا عالي قوي ولا واطي قوي، وما يكونش زيت غزير كمان. هاخد من العجينة بتاعتي انزل في الدقيق وهكذا. هبدأ بقى انزل في الدقيق، ومن الدقيق للزيت. هنا بدأ يتحمر معايا اهو. ايه رأيكم في اللون الحلو ده؟ وهقلب لحد ما يوصل للون الذهبي المطلوب. هقلب. هنا يا حبيبي وصلنا للون الحلو ده. هطلعه على مناديل مطبخ عشان يصفي بقية الزيت بتاعه بالشكل ده. هبدأ انضف الزيت بتاعي من الفتافيت دي عشان ما تتحرقش وتغير لي لون الزيت. شايفين بقى اللون الحلو ده؟ شايفين القرمشة بتاعته؟ ولا أروع. هنا بقى حبيبي خلصنا خلاص. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في الغدا ده؟ وعملنا كمان جنبه الطماطم المخللة اهي، وعملنا طبق المخلل اللي احنا عاملينه في البيت. ايه رأيكم بقى؟ تنسونوش بقى في اللايك. بحبكم في الله. السلام عليكم.